الإمام الباقر يقول والله نزل النص يرفرف على رأس الحسين وخير بين لقاء الله والنصر فاختار لقاء الله. شنو هاي الأمة اللي تنتصر يا أمة؟ هاي الأمة ترس جلدها يزيد، الأمة ترس جلدها البرلمان العراقي، الشعب العراقي ترس جلدهم هذه الأحزاب الفاسدة. هم اللي اختاروهم، هم اللي رادوهم، هم اللي انتخبوهم، هم الذين لم يغيروا عليهم بقول أو فعل، هم الذين لم يدخلوا عليهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم اللي شافوا شهداء تشرين شباب العراق المعوزين الفقراء الجياع العطاشة يسقطون واحد تلو الآخر ولم يحركوا ساكنا، هم اللي شاهدوا مهزلة التاريخ في شهداء عاشوراء وكيف يقتلون ويجزرون ولم يحرك هذا الشعب ساكن. ايش تنتظر منه؟ ما يحكم فلان وفلان وشعط ومعاط؟ ترس جلدنا هذا الواقع، هذا الواقع احنا اختارناه، احنا فصلناه، احنا ردناه، احنا اختارناه، احنا رتبناه، احنا قدمنا مقدماته. الأمة هي اللي قدمت مقدمات قتل الحسين، الأمة هي اللي سبت زينب، الأمة هي اللي ضربت زينب بالسياط، مو يزيد. يزيد آل عفنة، يزيد يقدر الشعب والأمة بخروج بسيط ينهون وجوده، ينهون وجوده. مثلي لا يبايع مثله، فلذلك نزل النصر رفضه، لأن هذه الأمة لا تستحق، ويكون نصرا الجائيا، إذ أن الأمة لن تستوعب هذا الأمر. وقتل الحسين وترك هذا الباب حتى الأمة بمرور الزمن عوديا تستوعب، وما تستوعب لحد ما يكون القائم وظهور القائم.